مرحبا بكم في قناة تحفة تيوب. حسب تقارير إعلامية فرنسية فإن رونار المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي قدم مؤخرا استقالته للجامعة المغربية لكرة القدم وتم رفضها، لكنه يبقى متمسكا بقرار الرحيل. إمارة إفريقية جديدة تراود بشدة المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي إيرفي رونار في ظل الأخبار التي تتحدث عن مغادرته العارضة الفنية لأسود الأطلس من أجل تولي مهمة الإشراف على أحد المنتخبات الإفريقية الكبيرة. وحسب تقارير إعلامية فرنسية فإن رونار قدم مؤخرا استقالة للجامعة المغربية لكرة القدم تم رفضها، لكنه يبقى متمسكا بقرار الرحيل. وأضافت المصادر أن المدرب السابق لاتحاد العاصمة يعد من أبرز المرشحين لتولي مهمة قيادة منتخب كوت ديفوار في الوقت الذي توقعت تقارير إعلامية سنغالية تنصيبه على رأس العارضة الفنية لأسود التيرانغا خلفا لأليو سيسي، وهي الشائعات التي عززها تواجد الفرنسي في السنغال هذه الأيام. يحدث هذا في خضم تضارب شديد للأنباء وسط الإعلام المغربي الذي لم يتحصل إلى غاية الساعة على خبر ينفي أو يؤكد بقاء رونار مع أسود الأطلس من عدمه. إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة تيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق.